عسلامة. اليوم شوفوا باش جيتكم بخبز الدار المبسس اللي ريحته فاوحة باللفاحات نتاع الخبز وبالزيت زيتونة. تبعوني باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وقبل ما نبداو نذكركم اللي ماهوش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يصلكم الفيديوهات الجديدة الكل، وهكاك تشجعوني ونزيد نعطيكم وصفات بنينة. نحطوا كيلة سميد أرطب ونزيدوا معاها صحفة أخرى، يعني إذا عملتوا أرطل سميد أرطب تعملوا معاه نص أرطل فارينة. ديما السميد أكثر من الفارينة، الدوبل متاع الفارينة. هنا هذه الفارينة باش نحطوا مغرفة ملح، نزيدوا شوية، زوز مغارف صغار يجيو قدر مغرفة كبيرة. باش نحطوا الزيت زيتونة قدر حكاية 100 مليلتر. نبداو نخلطوا المكونات هذه كلها مع بعضها. هذا فاح متاع خبز قبل نحطوه يتخلط معاهم. مغرفة صغيرة كركم باش نحطو ساشي خميرة متاع خبز، وباش نبدا نزيد في الماء دافي بشويه بشويه حتى تتلم العجينه. نقويو في الفيتاس. العجينه نتاعنا تتلم لهنا. العجينه نتاعنا صايي هكا تعجنت بالكدا، شوف هكا. توا باش نحطها تخمر. هوني الخبزه نتاعنا خمرت. توا باش ندهنها بشويه حليب. انا راه ما نحبش نعمل بالعظم، دونك باش نعملها بشويه حليب. نزيد نرش فوقها شويه فاح نتاع خبز اللي هو سينوش، طرف بسباس، شويه جلجلان، خلط كله مع بعضه. وباش ندخلها للفرن على 180 درجه. نحل عليها من اللوطه، وقت يطيب من اللوطه نحمرها من الفوق. هنا قبل ما ندخلها باش نعمل لها ابراج هكا. ما نزلش برشا، جوست باش نعمل تراساج من الفوق. وتوا باش ندخلها للفور ومن بعد نرجعوا نشوفوها كيفاش طابت. هذه الخبزه نتاعنا طابت، شوفوها ريحتها ما شاء الله. توا باش نقصها ونوريها لكم. شوفوا
ما شاء الله تجي تريا ريحتها فاوحة. ما شاء الله الخبزة متاعنا حضر، جربوه خليوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. شهية طيبة.